يا جماعة الكلاب بقت غريبة اليومين دول، تنام كتير وشوية تبقى هادية وشوية تبقى عصبية، والناس قاعدة تحلل وتفسر وتقول هو ايه اللي حصل للكلاب. طب معلش، حد بص على البشر الأول؟ أصل بصراحة المفروض لو في كائن على الأرض المفروض يتسأل عن تغيير سلوكه فهو الإنسان. بقى الواحد يشوف واحد واقع محدش يساعده، فقير محدش يرحمه، مظلوم محدش يسمعه، وبعدين نعمل لجنة تحقيق دولية علشان نعرف الكلب ليه متضايق. يا سيدي يمكن زهقان مننا، ما يمكن شاف ناس بتجري وراه بالحجارة أو ناس بتضربه أو ناس عايزة تسمه أو ناس شايفة إن الرحمة ضعف، وبعدين نستغرب إنه بقى حذر أو عدواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن. لاحظ ما قالش ارحموا اللي شبهكم بس ولا اللي عاجبكم ولا اللي متفقين معاكم، قال ارحموا من في الأرض. احنا بقينا في زمن بعض الناس ممكن تتأثر بكلب جعان أكتر من إنسان، وبعض الناس العكس ما عندهاش رحمة لا للكلب ولا للإنسان. الرحمة بقت عملة نادرة، والعجيب إن أكتر الناس تطالب بالقسوة. أول ناس تحب الرحمة لما تكون هي اللي محتاجة لها. عايز رحمة من ربنا؟ ارحم. عايز الناس تعذرك؟ اعذر. عايز الناس ترفق بيك؟ ارفق. أما فكرة إن الحل لأي مشكلة هو الأذى أو التسميم والعنف، فدي مش قوة، دي أحيانا علامة إن الرحمة ماتت في القلب. يمكن المشكلة مش إن الكلاب سلوكها اتغير، يمكن المشكلة إن الإنسان هو اللي اتغير. اسأل نفسك آخر مرة رحمت فيها حد كان إمتى؟ لأن من لا يرحم لا يرحم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وبس كده. سلام.